1. هل عمرك لاحظت إن قلبك بيدق أسرع لما تكون خايف؟ مش بس مشاعر، دي استجابة طبيعية لجسمك في أوقات التوتر والخوف. إزاي ده بيحصل؟ هنكتشف مع بعض في الفيديو ده. 2. في المواقف المهددة جسمنا بيبدأ في استجابة طبيعية تسمى استجابة القتال أو الهروب Fight or Flight Response. المفهوم ده بيعود لأبحاث عالم الفيزيولوجيا والتركانون في أوائل القرن العشرين، واللي اكتشف إن الجسم بيفرز هرمونات تحفز القلب والعضلات. الهرمونات دي تشمل الأدرينالين والنور أدرينالين، وده اللي بيخلي القلب يدق بسرعة أكبر. لما نواجه موقف بيهدد حياتنا أو شعور بالخوف، الدماغ بيحس بالمخاطر وبيطلق إشارة عبر الجهاز العصبي. هرمونات الأدرينالين والنور أدرينالين بتتدفق عبر الجسم. الأدرينالين بيحفز المستقبلات بيتا في القلب اللي بتزيد سرعة ضربات القلب، وده عشان يضخ أكتر من الدم للعضلات وللمخ ويساعدنا على اتخاذ رد فعل سريع. وده اللي بيخلي قلبنا يدق أسرع لما نكون في موقف بيحمل تهديدا. ده مش بس بيأثر على القلب لكن الجسم كله. ضغط الدم بيزيد والعضلات بتستعد للعمل. الجسم كله بيكون في حالة الاستعداد للطوارئ. استجابة القتال أو الهروب دي كانت أساسية في بقاء الإنسان في العصور القديمة، حيث كان الإنسان يحتاج يركض أو يقاتل لمواجهة الأخطار الطبيعية. ومع أن هذه الاستجابة مهمة للبقاء، في عالمنا اليوم الضغط العصبي والتوتر من المواقف اليومية يمكن أن يؤدي أيضا لنفس النتيجة، زيادة في سرعة ضربات القلب. المشكلة إن هذه الاستجابة الطبيعية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجسم إذا كانت مستمرة لفترات طويلة، مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب. لذلك من المهم فهم هذه الظاهرة والتعامل معها بشكل صحي. عشان كده لما تحس إن قلبك بيدق بسرعة بسبب الخوف أو التوتر، اعرف إنه مش بس شعور، ده رد فعل طبيعي لجسمك. تابعنا علشان تكتشف أكتر عن الجسم البشري وأسراره، ولو حابب تعرف أكتر عن التأثيرات الفسيولوجية للتوتر لا تنسى تشترك في القناة.